مش عارفه ان انت، انا جايه فاكره ان هنساعدك يعني. لازم سوري في اللفظ. اه لازم سوري في الكلمة، يعني لو كنت طلعت غلط. لازم بالمحاكم وبالمشاكل يعني انتوا في بينكوا قضايا؟ من بابا. اه، عشان تاخد حتى فلوس النفقة. معلش انا، فلوس النفقة لازم محاكم ولازم. طب ما تديها انت بالعقل. يعني لو انت انت مش بتشوفه؟ شايف مين؟ شايف مين؟ يعني مش بيجي يشوفك؟ يجي فين؟ لا، لا حتى اختي طلبت مني العربية. لا بس ركز، اختك مين؟ اختك اختي غنوة؟ اه، طلبت مني العربية. اه، تخيل قال لها ايه؟ انا مسافر وهو اصلا مش مسافر. طب انت مش مسافر، ادعي عمال شوية مخنوق عايز اخرج. ما هو العقل كده. طب انت مش مسافر، ادعي العربية عشان حتى اتنفس. هي عايزة العربية ايه؟ تاخدك شوية لا. يعني؟ اه، تخرج شوية؟ تاخدني شوية. تخيل قال لها ايه؟ انا مسافر، واتضح ما هو اللي جننك حاجة واحدة بس. طب اللي يجنن حاجة واحدة بس، إنه مش مسافر وخبى العربية تحت الاستوديو. عارف فاهم قصدي؟ خبى العربية تحت الاستوديو. طالما انت مش نازل، اديها. ليه؟ انا اولى بيها من الغريب. يعني انت مش بتشوف باباك وتروح لباباك ويجيلك وكده وعلاقتكم يعني اب وابنه يعني ولا؟ والله لا، يعني ان جيت الحق لا، ما بيفكرش حتى يرفع عليا التليفون يقول لوالدتي لبسيني جاي اخرجه. ما في ما فيش الكلام ده. مش بيخرج؟ لا، انا حتى بيبعت ابنه يقول له خرج اخوك. هو انت عندك ولاد من حد تاني؟ يعني عندك اخوات من ام تانية؟ يعني الفنانة انغام مش شقيقتك؟ لا، شقتي بس. لا مش شقيقتك، مامتها مش مامتك اكيد صح؟ الاب بس؟ مامتها مش مامتي. واخوك اللي بتتكلم عنه ده من حد تالت ولا من؟ من حد تالت. يعني انت من حد تالت. طب قولي انت بالنسبه للعلاج اللي محتاجه، او انت لسه في علاج ولا انت كده يعني راضي عن حالتك؟ لا، انا مش عايز حالتك. انا مش عايز حالتك. انا عايز ربنا يوفقني وامشي على رجليا. ليه بقى؟ عشان ده هينفعني حضرتك. ده هينفعني في ايه بقى؟ يا بدل ما اكلف ماما واقول لها عايز اخرج ومش عارف ايه، يا بدل ما اقول لها عايز اخرج ومش عارف ايه وتجيب لي حد يخرجني وتدفع فلوس عشان حد يجي ومش عارف ايه، تدفع ايه. لا، عايز تعتمد على نفسك. اخد رجلي. اخد رجلي وتتصرف. حتى اجيب شقة. انت حاسس انك عايز تجيب شقة؟ انا اللي اجيب، يعني اخرج ماما من الموضوع واجيب شقة. اجيب شقة وهو يترمي بالشقة دي. شايف الكلمة دي؟ يترمي بالشقة دي. يترمي. اسف كلمة قاسية بس معلومة قدامك. طبعا عامل ايه؟ انت الشقة دي هتتاخد منك دلوقتي اللي انت فيها دي؟ انا عارف. هو بيهدد. مين اللي بيهدد؟ صاحب البيت يعني؟ بيهدد بكده. عشان ايه؟ دفعتوش برضو؟ لا، عشان جايز في ابني. طب انت عايز تتجوز خالد؟ شوف له شقة. لكن مش تخرجنا يا والدتي عشان خاطر ابنك. طب الدكاترة دلوقتي لما شافوا حالتك قالوا انك ازاي ممكن تمشي على رجليك؟
هما كانوا طالبين 3 عمليات. كانوا طالبين 3، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. أنا 3 عمليات تنجح، وأنا مش عارف ليه. وما عملتش 3 عمليات؟ لا ما عملتهاش. ليه بقى؟ مفيش فلوس. ما قلتش لباباك طلبتش تمن العمليات؟ لا. ما يصحش اطلب منه فلوس عشان خاطر العمليات. ليه ازاي؟ يعني ايه ما يصحش؟ ممكن بقى يشخط ويقول لي انت مالك ومش عارف ايه. سيبها ربنا يوفق ماما. يعني انت عايز تعمل العمليات دي؟ انا عايز اعمل عمليات. عايز اعمل عمليات. احنا ممكن نعمل لك العمليات دي. انا عايز اعمل العمليات دي. عايز اعمل العمليات دي. ليه؟ عشان ربنا يوفق واجيب شقة. ما هي العمليات دي حضرتك تنصب على ايه بقى؟ ان انت هتشتغل وهتجيب فلوس. يعني انت عايز تعمل عمليات مش عشان تبقى كويس، عشان تشتغل؟ لا ابقى كويس عشان حالتين. عشان دي عشان ابقى كويس، عشان اصرف على نفسك. لكن اكتر عشان تصرف على نفسك. وعشان احسس ماما ان انا اهو سيبك منه اقعدها من الظلم اللي انا شايفاه، اقعدها من الشغل واصرف عليها واصرف على البيت واصرف وانا اللي اجهز غنوة. طالما هو شايف نفسه خلاص خليك. طب انت ايه علاقتك بأنغام؟ ماليش علاقة بيه خالص. يعني ما تعرفوش بعض اصلا صح؟ انا مرة كلمتها حتى زي ابوها ما فكرتش في يوم من الايام تبعت لي سواق تقول له هات اخويا يقعد معايا شويه. زي ابوها. وفي جهاز غنوة ما عملتش حاجه زيها زي ابوها. بس دايما علاقات يعني دايما الاخوات اللي مش شقق دول مش بيبقوا قريبين قوي ولا ايه؟ لا هما يعني انت انا مش عايزه يعني ادي فكره وحشه عن حد، لكن انت قصدي انك طلبت من اهلك ومحدش استجاب، عشان بس لما نقول الناس تساعدك ان انت طلبت من اهلك ومحدش استجاب لك، انت فعلا محتاج المساعده. طب حد قال لك العمليات دي بكام؟ لا. لكن هي في مصر. هو قال لي، هو البني ادم ده قال لي ماما بيع الشقه، بيع الشقه مش عارف كان اي شقه، فقال لها بيعيها هصرف عليها من بره. بعتها ما صفرنيش. في جهاز غنوة يوم الانتخابات قال لها اقفي معايا وهجهز غنوة. فهو قصد حضرتك قال لها اقفي معايا وهجهز غنوة. وقفت معاك وما جهزتش بنتك. طب عايزها تقف معاك فين تاني بقى؟ سيبك انت من المواضيع دي دلوقتي. انا المهم الحالة بتاعتك اللي هي ال3 عمليات، انك عايز تقف على رجليك. لا انك ال3 عمليات دي هو ما عملوش معاك. ربنا يخليها لي. وهي عايزاني النهارده قبل بكره امشي على رجلي. يعني النهارده قبل بكره امشي على رجلي واجيب شقه عشان اريح امي من التهديد اللي هي عمالة تهدده ده.
طب انت عايز تاخد الشقة ليه؟ جيت الحق، انت عايز تاخد الشقة ليه؟ هتستفيد من عملتي ايه؟ هتستفيد من عملتي ايه؟ هتبقى سعيد، وابنك هتبقى سعيد ان انا مرمي في الشارع. انت بتتكلم على باباك ولا بتتكلم على صاحب البيت؟ لا هو صاحب البيت. باباك هو صاحب البيت؟ لا هو صاحب الشقة. لا، اللي عايز يمشيك من الشقة باباك؟ عشان خاطر ابني. انا فاكراك بتتكلم على صاحب البيت. لا، اللي عايز يمشيني من الشقة باباي. اللي عايز يمشيني من الشقة باباي. وتروح فين؟ يجيب لك حتة فين؟ مش عارف. هيجيب لك شقة تانية يعني؟ مش عارف، حضرتك فاهم. مش هيجيب شقة. هنقول كده عشان عايز يقعدني خلاص، اقعد في الشارع خلاص. لما مش هيجيب لي شقة. مش هيجيب لي شقة. مش هيجيب لي شقة. مش هيجيب لي اي نوع من انواع الشقة. هنقول كده عشان يعني انت اللي بتتكلم عليه اول لقاء انه عايز يجوز ابنه، ده مش صاحب العمارة اللي بيمشيك، ده باباك انت. باباي. صاحب العمارة ما يعملش كده ابدا. صاحب العمارة ما يفكرش، ما تجيش في دماغه انه يعمل كده. يعني انت عايزنا دلوقتي نجيب لك بيت ولا عايزنا نعالجك ولا عايز ايه؟ انا عايز اتنين. عايز بيت وعلاج عشان ارحم امي، اخلي مامتي تشوف شغلها وهي مرتاحة. بالبلد كده يا طنط، اجيبها لك بالبلد كده ترتاح وتنزل وحتى بطنها وتخسر فيه. لان هي كده مظلومة على عشان خاطر البني ادم ده. طب انت عايز تظلمها ليه؟ طب هي باعت وقالت لك سافر الولد، بس برضه انت مش خلاص. انا عايز الاتنين، شقة وعلاج. شقة اولا عشان ارحم امي من الظلم اللي هي شايفاه ده، من حالة الدم دي ما بتنامش عشان خاطر الشقة دي. دايما لما بنروح لناس بسيطة، لناس على قد حالها. ناس بسيطة. بس هو انت ضد باباك؟ مش يمكن باباك معهوش؟ لا هو معايا. بس برضو حكاية البيت دي مش معقول ان اكيد انت فاهم غلط. مش معقول يكون عايز يمشيك من لا عايز يمشيني عشان خاطر العيل دوت. طب انت ما بتحبش اخوك ده برضو؟ لا يعني كنا مني عشان خاطر اخويا. لا اخويا ما نزلنيش. انا مش شايفه انها شقه كبيره يعني. ده احنا في صاله واوضه قدام. طالما ده اقول لك حاجه. مثلا حضرتك ترضي تتظلمي عشان خاطر شقيقك او اخوكي؟ يعني ترضي تترمي مرة في الشارع عشان خاطر حد عايز يتجوز الشقة دي؟